السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنقضي يوم جميل كده مع بعض، وهقول لكم بما ان احنا دلوقتي رجب وشعبان ورمضان ازاي تقضي يوم عند الكعبة حلو، ازاي ان انت تجيبي وجبات مجانية ومن انهي مكان. خليكم معايا بس كده لاخر الفيديو، اللايك والشير وسبسكرايب على الفيديوهات الجميلة اللي تستاهل منكم احلى لايك من احلى اخوات، عشان ايه؟ حب الرسول وحب الكعبة المشرفة والساحة النبوية. بص يا جماعة، انت لما بتقوم بتروحي تقومي من النوم الصبح ماشي، عايزة بقى تكسبي وقت كبير قوي، اقوم الساعة 3 اللي هو الاذان الاولاني في التذكير، اروح اصلي اللي هو الايه، القيام الليل، اصلي قيام الليل تمام. الساعه 3 بالليل اصلي، اتنيني اصلي لحد ما يجي ايه، الفجر، اصلي الفجر. وبعد ما اصلي الفجر ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ اصلي الايه، اتنيني مستنيه الشروق. شوف احنا كده وقت الشروق، يعني انا من الساعه 3 وانا قاعده هناك كده لحد الشروق تمام. اللهم بارك، اللهم يا رب نفحات جميله، يا رب يكتبها لكل مشتاق. دعيت هناك بدعاء جميل قوي، ربي يأملكم كل واحد امنيته، يستر بناتنا وبنات المسلمين، وكل من اللي نفسه في ذريه ربنا يديله، وكل من اللي نفسه ان هو يروح عند الحبيب يروح، يا رب يا رب يا رب يكتبها لكل مشتاق. يا جماعه لو رحت ودقت طعمها هتروحها، يعني هتبقي نفسك كل سنه تروحي، لا مش كل سنه، لا كل شهر. حاجه جميله قوي. انا كده قدام الكعبه تمام. انا كنت بقى، انا عملت العمره كم مره كتير، وهقول لكم تروحي فين لما تيجي تعملي العمره، وتروحي التنعيم وتعملي ايه وتقولي ايه وكل ده. دي معلومات هتبقى جميله، ومعاكي هنا معلومات جميله في الفيديو قوي. واخدين بالكم؟ احنا كده كنا الفجر كده، الشروق، شايفين الشروق؟ بصي فوق في السماء هتلاقي الشروق. اللهم بارك اللهم بارك. حاجه كده بتشرح الصدر وتطيب الخاطر وتنسيك، انت بتنسي الدنيا كانك، يعني لا مؤاخذه احنا في يوم الاخره، في يوم الاخره سبت اهلك وبيتك وعيالك وكل حاجه، يا عالم نرجع تاني لاولادنا ولا لا؟ تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بصوا يا جماعة بقى، أنا لما كنت هناك، يعني مثلا أنا لما كنت بصلي وخلاص ولسه الأذان مثلا وكده، بتقعدي تقري في المصحف. أنا الحمد لله ختمت هناك القرآن. لازم تكوني حاطة في دماغك إن أنت تختمي القرآن، لازم هناك ما تلتزميش بيها حاجة. أنا كنت بشوف ناس بتقعد تتكلم لا خليكي أنت رايحة للعبادة، أنت صرفتي وكلفتي نفسك وبعدتي، رحت للعبادة. هنتكلم بقى دلوقتي يا جماعة، اللي أنتوا شايفينه دوت، إحنا عندنا مكانين اتنين لو أنت هتجيبي وجبات مجانية. في مكان اسمه ذات الجوار، مطعم ذات الجوار، واخدين بالكم؟ وده تحت صيدلية ايه، المهدي زاد الجوار. ده في الوجبات تحت، ده في باب ايه، باب 86، ده في باب 86 تمام كده، ده في باب 86. طب في مكان تاني اقرب، ده عند الحمامات بالظبط اللي هي هناك عند باب 86. في مكان تاني تحت صيدلية ايه، التوحيد، صيدلية المهدي، تحت صيدلية المهدي تمام. ممكن لو انت عايزة تعملي اطعام لحد او تخرجي اطعام لحد، تعملي هناك وتعملي وجبات لله هناك، تفرقها بنفسك، بيعملوا الكلام ده هناك. برضك في مطعم هناك، ده اسمه مطعم الدهان اللي انا قلت عليه، هناك باب 79 عند باب الملك فهد. ده بقى وجباته مجانية، وبرضك بيعمل وجبات لو انت عايزة تخرجي وجبات. ده كنا بنأكل الحمام يا جماعة هناك، الحمام هناك كتير. باب الملك فهد، شوفوا الناس نايمة على الرصيف ازاي هناك، الناس الوجبات الله اكبر. والناس كانت قاعده بتاكل وبتاكل الرز للناس اللي الحمام اللي هم خدوهم الوجبات. تروحوا تتهنوا وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. باب الملك فهد 79 ده باب معروف يا جماعه، هناك الوجبات زي هتلاقي الحمام هناك اللي انت شايفاه اللي احنا متصورين عنده ده، واخدين بالكم؟ اللهم بارك. حاجه كده يا رب يكتبها لنا. انا هناك ما بقتش عارفه اتكلم خالص صراحه، يعني غير ان انا ادعي بس ربنا يجعلنا من المقبولين، وتخليكي في حالك وفي نفسك وفي عمرتك ومالكيش دعوه باي حد تمام كده. اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يجعلنا من المقبولين. دي كان بقول